الو. الو. هاي يا مجدي، عامل ايه؟ تعبتي نفسك ليه كده؟ ما تهزرش يعني، دي حاجه بسيطه. انا قلت يعني ان كيس ان انت نزلت وما لحقتش تفطر، تيجي تفطر هنا معانا. انا فعلا مش بفطر قبل ما انزل، بس عموما عزومه الفطار دي عليا انا. لا طبعا، وبعدين يا سيدي زعلان قوي بقى، ردها لي. اكيد ان شاء الله. باي. ظبطت. يومين 2 بالعدد. لو ما كانش مجدي يجي يقول لي انا ازاي ما قابلتكش من زمان ويا ريتك كنتي مراتي، يبقى انا ما بفهمش حاجه. لا انا واثقه فيكي. انت عمرك بصراحه ما حطيتي راجل في بالك الا وجبتيه. مش عارفه بتعملي كده ازاي. هو انا ليه حاساكي فخوره بنفسك قوي، كانك بتتحدي نفسك تعملي حاجه كويسه، وانت عماله تشجعي على ايه؟ قبل ما تخربي بيت واحده تانية حطي نفسك مكانها. تخيلي حزنها ووجعها والامها على بيتها اللي بتخرب، بيتها اللي قعدت سنين عمرها كله بتحط وقتها ومجهودها وكل حاجه فيها عشان تنجحه، وانت جايه ببساطه بتحاولي ان انت تخربيه. ها يا مجدي، هو انت ممكن تفهمني حاجه في الفانكشن بتاعت الاكسل؟ اه طبعا، بس ليه ما سالتيش حد من الاي تي؟ ما انت عارف ما حدش فيهم فاضي، ولو حد فاضي مش هيفهمني زيك. هي الفكره بس ان انا عندي ضغط شغل جامد قوي. طب خلاص، احنا ممكن نقعد ساعه بعد الشغل تفهمني اللي انا محتاجاه، وان شاء الله تلاقيني شاطر. مفيش مشكله. ميرسي قوي يا مجدي. سيبك دلوقتي من الشغل، هنرجع له. مالك حاساك متغير؟ انا عملت حاجه غلط ضايقتك؟ لا مفيش حاجه، بس موضوع الفطار يعني اللي جبتيهولي ده زعل ساره مني شويه. انا اسفه لو انا عملت لك مشاكل في البيت، بس انت عارف انت اكتر حد انا بثق فيه، يعني غير الشغل في اي حاجه تانية. لا هي بس غيوره شويه، بس عادي يعني، حوار ويعدي. انا كده كده بالي مشغول بكذا حاجه تانية. بص يا مجدي، ايا كان اللي مخليك دلوقتي زعلان، انا عايزه افكرك ان انت شخص مميز. مش بس مميز، شخص اي بنت تتمناه وتستاهل ان انت تعيش سعيد. ولو انت في مكان مش حاسس فيه بالسعاده يبقى ده مش مكانك. ولو في شخص مسبب لك اي مشكله او اي اذى يبقى ده مش الشخص اللي يناسبك. شكرا على كلامك قوي. خلينا بقى في الشغل، كنت محتاجه مني ايه؟ اه طبعا، نرجع للشغل. استاذنك بس دقيقه، هعمل حاجه واجي. اه طبعا اتفضل، انا كده كده قاعده مستنياك. ها، مين فيكم كذبتني او شككت في قدراتي لما قلت لكم ان انا هخلي مجدي زي الخاتم في صباعي؟ طب احكي لي بسرعه عملتي ايه، وبليز ما تقطعيهاش. عيب عليكي. حبيبتي، هو كان ناوي يمشي من 3 ساعات من الشغل، وكل ده كان قاعد معايا انا. انتي فظيعه بجد، بتعلم منك. خدي بالك اللي انت عماله تسعي له وبتحاولي توصلي له وبتجري وراه ده هيدمر واحده تانية. وبعدين ايه هوايتك في الراجل متجوز؟ ما في رجاله كتير بره، اشمعنى ده؟ بقول لك ايه، تحسسنيش ان انا اول واحده عندي استعداد اتجوز واحد على مراته. وبعدين كتر خيري قوي ان انا مش هقول له روح طلقها، بس يا ستي الموضوع يمشي. ما تبصليش، انا ماليش دعوه برايها، هي قناعات اولا واخيرا، كل واحد دماغه مريحاه. هعمل ايه برقم مراته بقى؟ دي محتاجه تفكير وتخطيط. ده الموضوع دخل فيه رقم مراته؟ لا ثواني، انت واخده رقم مراته من وراه ليه؟ انت مش من حقك تحت اي ظرف ان انت تتواصلي معاه، ولا ان انت تبعتي لها اي حاجه ولا تعملي له مشاكل. هتشوفي.